تفاصيل وفاة لاعب عماني عن عمر يناهز 37 عامًا داخل منزله، إليكم تفاصيل الخبر. في خبر صادم تلقته الأوساط الرياضية العمانية أعلن وفاة عبد السلام عامر نجم نادي ظفار ومنتخب عمان عن عمر يناهز 37 عامًا أمس الثلاثاء بشكل طبيعي داخل منزله. وأصدر المنتخب العماني بيانًا عبر الحساب الرسمي على منصة إكس لنعي اللاعب الراحل جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لعائلة المغفور له بإذن الله لاعب المنتخب الوطني السابق عبد السلام بن عامر". كما نعى الإعلام الرياضي عبد الله المسروري اللاعب الراحل عبر حسابه على منصة إكس قائلا: "عبد السلام عامر لاعب منتخبنا الوطني سابقا ولاعب نادي ظفار حاليا في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون". وأكد في رد على أحد المتابعين أن وفاة اللاعب جاءت طبيعية خلال تواجده في منزله، فيما أثار خبر وفاته صدمة في مواقع التواصل، ونعاه عدد من الإعلاميين الرياضيين والصحفيين ومتابعي كرة القدم داعين له بالرحمة والمغفرة. وكانت آخر مباراة لعبها اللاعب الراحل مع ظفار العماني الثلاثاء الماضي في كأس السوبر، وظهر بصحة جيدة، ربنا يرحمه. بشكركم على حسن استماعكم.